السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتي قناة الأستاذ. من فضلك إذا كنت جديدا في القناة اشترك فيها وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. إذا الآن سنقوم بحل الموضوع الثاني لمادة التاريخ والجغرافيا شعبة اللغات الأجنبية بكالوريا 2021. إذا الجزء الأول في التاريخ ماذا قال لك؟ إن الدول الإفريقية والآسيوية أول من احتضن الثورة الجزائرية، كما أيدت القضية الجزائرية في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة. وسعت الجزائر إلى دعم جهود حركة عدم الانحياز، حيث حضرت جميع مؤامراتها بعد 1962 كعضو دائم في الحركة. أولا اشرح ما تحته خط في النص. إذا الثورة الجزائرية، ما هي الثورة الجزائرية؟ إذا هي عمل تحرري شامل قاده الشعب الجزائري بزعامة جبهة وجيش التحرير الوطني ضد الاحتلال الفرنسي، وكذلك وكللت بتحقيق الاستقلال وطرد الاستعمار. ثانيا المحافل الدولية. ما هي المحافل الدولية؟ إذا المحافل الدولية يقصد بها مختلف الهيئات الدولية كهيئة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز إلى آخره. ثالثا حركة عدم الانحياز. ما هي حركة عدم الانحياز؟ إذا حركة عدم الانحياز هي تنظيم سياسي تأسس في مؤتمر بلغراد من 1 إلى 6 سبتمبر 1961 ميلادي، تضم الدول حديثة الاستقلال التي اختارت سياسة الحياد الإيجابي وعدم الميل لأي من المعسكرين المتصارعين في إطار الحرب الباردة. وتعود فكرة إنشاؤها إلى مؤتمر باندونغ أفريل 1955. إذا كانت هذه شرح للمفردات التي وردت في الجزء الأول من التاريخ. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني وتعريف بالشخصيات. أولا جون كينيدي. من هو جون كينيدي؟ إذا هو أصغر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حكم من 1961 إلى 1963. على المستوى الداخلي أعلن عن سياسة الآفاق الجديدة والمتمثلة في تحسين أوضاع السود وإزالة بقايا الميز العنصري. إذا هذا هو جون كينيدي. ثانيا هواري بومدين. إذا هواري بومدين هو ثاني رئيس للدولة الجزائرية والتي حكمها سنة 1965، ومرسي أسسها السياسة والاجتماعية والاقتصادية. اشتهر بنشاطه في إطار حركة عدم الانحياز وأحد أقطابها. توفي في 27 من ديسمبر سنة 1978. ثالثا ميخائيل غورباتشوف. هو رئيس الاتحاد السوفيتي. اشتهر بسياسة البريستوريكا والغلاسنوست، ويعتبر في الغرب الصانع الحقيقي لسياسة الوفاق الدولي. منح جائزة نوبل للسلام سنة 1990. إذا ثانيا الجزء الثاني ماذا قال لك؟ بعد المواجهة العسكرية الثانية ظهر تصادم المصالح بين الكتلتين في أوروبا واضحا. استعمل فيه الطرفان وسائل عديدة خاصة العسكرية والاقتصادية، ما أثر على العلاقات التي كانت قائمة بينهما. المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على مدرسة، اكتب مقالا تاريخيا تبين فيه طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الكتلتين. إذا طبيعة العلاقات هي عبارة عن حرب باردة. ما هي الحرب الباردة؟ هي صراع إيديولوجي بين المعسكر الشرقي الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. استخدمت فيه مختلف الوسائل ما عدا المواجهة المباشرة، أي المواجهة العسكرية. أسباب الصراع: التناقض الإيديولوجي، التوسع الشيوعي في شرق أوروبا، ورغبة كل طرف في فرض هيمنته وسيطرته ونظامه على العالم. خلاص؟ الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية لكل كتلة في أوروبا. لاحظوا هنا ركز على الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية لكل كتلة في أوروبا. إذا الاستراتيجية العسكرية للكتلة الغربية أي المعسكر الغربي تمثلت في حلف الشمال الأطلسي الناتو، وحلف جنوب شرق آسيا سياتو، وحلف بغداد. إذا هذه الاستراتيجية العسكرية للغرب. الاقتصادية الآن للغرب: مبدأ ترومان، مشروع مارشال، ومشروع إيزنهاور. الآن استراتيجية المعسكر الشرقي عسكريا في ماذا تمثلت في ميل. إذا عسكريا تمثلت في حلف وارسو، واقتصاديا تمثلت في منظمة الكوميكون. إذا كان هذا هو حل موضوع التاريخ. الموضوع الثاني من الجزء التاريخ لمادة التاريخ والجغرافيا شعبة لغات أجنبية. ننتقل إلى موضوع الجغرافيا. إذا ثانيا سنقوم بحل الجزء الأول من الجغرافيا. إذا نبدأ بقراءة السند. إن نهب واستغلال بلدان الشمال لموارد الجنوب لم يتوقف مطلقا،
فاستنزاف ثروات الجنوب ما زال قائما ومستمرا بأشكال متنوعة. فبالإضافة إلى آليات الديون، فإن بلدان الجنوب تعاني كذلك من استمرار هيمنة بلدان الشمال الكاملة على التجارة الدولية وهيمنته الاقتصادية المباشرة على الموارد الطبيعية. إذا المطلوب اشرح ما تحته خط في النص. أولا، بلدان الشمال يقصد به العالم المتطور والذي يقع جغرافيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا في القسم الجنوبي. ثانيا، الديون. ما هي الديون؟ هي قيام دولة ما بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد العالمي FMI أو البنك العالمي. ثالثا، التجارة الدولية. ما هي التجارة الدولية؟ هي تبادل السلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفة لغرض الربح وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. ثانيا، الجدول، يعني سيقوم التلميذ بتمثيل المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول بأعمدة بيانية. طبعا لكل تلميذ و يعني طريقته في الجدول، في رسم الجدول. الجزء الثاني يطلق على البترول الذهب الأسود، فهو شريان الاقتصاد العالمي، تخضع أسعاره لقانون العرض والطلب، فارتفاع أسعاره نعمة على الدول المصدرة له ونقمة على الدول المستوردة له. المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقالا جغرافيا تبين فيه أولا أهمية البترول في الاقتصاد العالمي. إذا تكمن أهمية البترول في الاقتصاد العالمي كونه غذاء هام وأساسي لثلثي سكان العالم. ثانيا، يدخل في أهم الصناعات الغذائية وله أهمية استراتيجية ويستخدم كسلاح أخضر، مثلا الحصار الاقتصادي على إيران. ثالثا، يوفر الأمن الغذائي. ورابعا، يوفر مناصب الشغل زراعيا وصناعيا، ويمثل أيضا كإمكانية تخزينية لمدة من 5 إلى 6 و7 سنوات. إذا هذه هي أهمية البترول في الاقتصاد العالمي. ثانيا، ما هي انعكاسات ارتفاع أسعار البترول على البلدان المصدرة له وعلى البلدان المستوردة له؟ أولا، انعكاسات ارتفاعه على البلدان المصدرة له: يحقق التنمية المستدامة، زيادة في القدرة الشرائية والتخلص من المديونية، ويخلق مناصب جديدة للشغل. انعكاسات ارتفاعه على البلدان المستوردة له: تراجع مداخيل الخزينة العمومية، الدخول في أزمات اقتصادية، وتوقف المشاريع التنموية للدول المستوردة. إذا كان هذا حل الموضوع الثاني الذي طلبت مني أن أحله لكم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وفقكم الله جميعا، وإلى اللقاء.